قسما 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 يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الكبير. النهارده معانا قصه جميله جدا وقصه بنعيشها في حياتنا اليوميه. لو انتوا خدتوا بالكم ان احنا بناخد وبنتناقش في حاجات بتحصل في يومنا العادي، موقف كده بيحصل لنا بنقوم واخدينه ومفسرينه. الحقيقه معانا قصه جديده النهارده، وهي قصه من شاب. الشاب ده بيقول كان باعت لشيخ بيساله: السلام عليكم يا شيخ، انا شاب مسلم سني، بحاول دايما انصح الناس بحاجات انا مش متدين بيها. بقيت الاقي ناس بتسب الدين كتير قوي 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 من هنا لحد السنه الجايه. بقيت اشوف ناس بتحلل الحرام وانا مسالم، ما بعرفش حتى ارد على حد لما حد يشتمني. لما حد يشتمني بقول انا ما بحبش كده وما بردش عليه، بس الناس دي بتاذيني، كلمتهم بتاذيني. الناس اللي حواليا بيقولوا لي انت ديوث، كلامهم بيوجعني. عشان ما اشتمش وافضل محافظ على لساني وان انا ما اخدش ذنوب، ما بقتش احب اخرج كتير من البيت، عشان بقيت احس ان الشارع مش امان ليا. كل ما بخرج كلمه تكسرني وكلمه تدمرني، وارجع لحاله من اسوأ لاسوأ. والدتي خدتني وودتني لدكتور نفساني، اصل هم شكوا فيا، اصل الدنيا جميله بالنسبه لهم. وايه يعني كلام الناس؟ ايه الكلمه يعني؟ هي بتاثر الكلمه؟ الدكتور موهوم زيه زي اهلي زي بقيه الناس ان الدنيا جميله وان انا المقفل. المهم الدكتور شخصني وقال لي ان انت عندك اضطراب شخصيه شبه انفصامي ومايل للاكتئاب. المهم انا ما اقتنعت، انا شايف ان انا كويس بس الدنيا حواليا هي اللي مش كويسه. امي ودتني لشيخ، والشيخ ده بدل ما يحتويني خلاني طالع من عنده وانا بكره كل الشيوخ. وده كله بسبب شويه كلام الشيخ قالهم مع تراكمات من شويه كلام الدكتور قالهم مع تراكمات من كلام الناس. تفتكروا صاحبنا ده بيتكلم ليه؟ وايه اللي خلاه ان هو يخرج عن شعوره للدرجه دي؟ والله اعلم. الراجل اللي سال السؤال ده او الشاب اللي سال السؤال ده، هل هو عايش معانا دلوقتي ولا سافر بايديه؟ ربنا بيقول في كتابه وهو بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الكلمه اللي احنا بنخرج بيها من لساننا دي ممكن تاثر بالايجاب لشخص، ترفعه من 7 ارض ل7 سما. ممكن نفس الكلمه دي تخسف بواحد في 7 سما ل7 ارض. فكرة ان صاحبنا ده لما جه اختار الشيوخ اختار شيء غلط او اختاروا له شيء غلط. لازم في كل فئه نلاقي ناس كويسه وناس مش كويسه، ومع ذلك الناس اللي مش كويسه مع انهم اقله بس بتلاقيهم بيغطوا على الناس اللي هم كويسين. الحقيقه نفس مثال الشاب ده كان لشباب كتير جدا، اللي هو انا ما بحبش الشيوخ. يا عم شيخ ايه، صلى على النبي. بس واحد بيحكي ان هو كان في فتره هو بيكره حاجه اسمها شيوخ. هو بمجرد ما يجي تقول له الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني ده تلاقيه قلب للسابع، بص اتجنن. الشاب ده بيحكي وبيقول لك جه فيديو قدامه لشيخ كان اسمه حازم شومان. الشيخ ده كان بيتكلم وكان بيقول، والشاب ده اندمج معاه والاول مره يشوف شيخ ويفضل مستمر على الفيديو اللي هو مشغله. بيقول لك سبحان الله ان هو حاجه غريبه، يعني هو من عادته لا اول ما يشوف شيخ قال لا شيخ. كان بيقول لك بقى المقطع وقتها بيقول لك ادعي ربنا كده وقول له انا تعبان يا رب ماليش غيرك. صاحبنا ده بيقول لك ان هو سمع الفيديو ده، لا هو اتغير، هو حاله اتشقلب. الشيخ ده اتشد ليه جدا وبقى متابع ليه وبيتفرج يعتبر على اغلبيه فيديوهات، عشان يفاجئ صاحبنا ده ان فيديو تاني للشيخ تاني يظهر له ويبدا ان هو يتعلق بالشيخ ده. مش يتعلق بالشيخ كشخص، بيتعلق بكلام الشيخ اللي هو بيقول. صاحبنا اكتشف ان هو كان بيبص للشيوخ او في منظوره الشيوخ بمنظور تاني، اللي هو المنظور اللي فيه بعض من الفئات صدروا ليه، اللي هم بمعنى اصح كده وبالبلدي خلينا نتكلم ونكون صراحه، اللي هم شيوخ الفتوى، اللي بيطلع بيقول لك حاجه على هواه او على هوا حاجه تانية. الشخص اللي انت ما تقدرش تستأمنه على فتوى، الشخص اللي ما بيستغلش منصبه ومكانته كأحد الدعاء او الناس اللي هي بتدعي لربنا، ومع ذلك ده بيطلع يقول حاجه وبيعمل عكسها. ليه؟ لغرض ان هو يرضي نفسه ويرضي حاجات معينه هو بيخدمها على حساب الدين. وانت يا عيني كواحد مسكين بتشوف الشخص ده وخلاص الشخص ده هو اللي بيمثل الشيوخ او هو اللي بيمثل الدعاء او الى اخره. نفس المنطق ده تعالوا احنا كده كطلبه جامعات لو عملناه على، يعني لو عملنا استفتاء على بعض الجامعات، لو خدنا بالمنظور ده فاحنا هنيجي نقول احنا ما بنحبش الدكاتره. ليه؟ لان انت تعرضت مثلا لدكتور واحد كرهك في حاجه معينه، فانت خلاص خدت فكره عن الدكاتره ان هم وحشين. مش منطق، ما ينفعش. وبالتالي اننا لازم نخلي بالنا من كلام الكلمه، يا ترفع من قدرك يا تقل من مقامك. نفتكر دايما الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ينزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بس كده، دي تكون نهاية حلقتنا النهاردة.
اشوفك الحلقه الجايه. سلام.